طيب قول لي يا ابو العلا، يعني كنت انت دايما متهم بان انت ما بتلعبش غير قدام ناديك السابق اللي هو نادي الزمالك طبعا. اتصور النهارده مش كده؟ ده مظبوط اللي انا بقوله ده؟ والله يا كابتن مدحت انا اشكر حضرتك على هذا السؤال. لان انا كنت خاصه وقبل المباراه دي والله بتعرض لضغوط انا مش عارف ليه، يعني انا مش عارف، انا بتعرض جوه النادي وبره النادي لضغوط غريبه جدا يعني وفي نفس الوقت انا لو قلت لحضرتك ان يمكن الدور الاول كمان انا صنعت هدف اسلام عوض، كان الهدف الثاني وجبت جول وخلص الماتش ليكوا 3-1. لا ده في الزمالك، لا انا بتكلم على حضرتك عن الماتش الاهلي. بتكلم على الاهلي. اوكي انا بتكلم على الزمالك. نعم صنعت هدف باسلام عوض، هو الهدف الثاني هدف التقدم، كان ام بي 2-1 خسرنا 3-2، ما كانش فيه نصيب يعني. لكن يعني انا ما بحبش، انا برد وانا على المشاركين وبشكر حضرتك جدا والله على السؤال ده، لان انا مش عارف، انا راجل بخلص في الفانيلا اللي انا بلعب بيها سواء اي تيشيرت. انا بحترم نادي ام بي جدا ونادي كبير ونادي موفر امكانيات كتيره جدا، وبعدين احنا كان واضح من اول دقيقه ان احنا بنشرف وبنلعب من اجل الفوز بدليل تقدمنا 1-0، وبدليل ان احنا كنا يعني عندنا يعني شراسه هجوميه خاصه في الشوط الاول قوي، وربنا وفقني يمكن بالهدف ده عشان ارد على اي مشكك يمكن يقول ان بقى بيختار ماتشات ولا بيبقى متالق هنا ومش متالق هنا. انا والله بجتهد وربنا يعلم انا الظلم اللي تعرضت له في حياتي قد ايه اساسا، فبحمد ربنا توفيق ربنا. بس ربنا بيكرمك يا ابو العلا دايما، ربنا بيكرمك. طب قول لي يا ابو العلا، الكابتن مجدي عبد الغني النهارده قال ان انت بعد ما جبت الهدف ما فرحتش لانه انت كان عندك احساس داخلي ان المباراه مش هتنتهي بالهدف ده وانه الاهلي قادم. لا والله، هو يمكن هو كان مدحت قصته هنا. لا هو القضيه بالنسبه لنا بالعكس، انا واثق في فرقتنا جدا وعارف ان احنا لاخر دقيقه ومتاكد ان فريق الاهلي عامل لنا 1000 حساب. وكان واضح جدا في تحكمنا بزمام الامور خاصه الشوط الاول. امال ما فرحتش الفرحه اللي منتظرينها منك ليه؟ هقول لحضرتك ليه يا كابتن. انا بصراحه انا بلعب والله كوره، انا بحب الكوره جدا وده اكل عيشي وده يعني دي هوايه عندي قبل شيء وده شغلي، لكن انا بلعب جوايا شرخ كبير ربنا يعلم من الظلم الكبير اللي حصل لي. من ايه يا ابو العلا؟ من الظلم اللي حصل له انه مشي من الزمالك يعني. من الزمالك. اوكي. انا يمكن احساسي والله دي تلقائي يعني، وفي نفس الوقت كان في احساس بالشكر جدا لربنا ان في رد للمشاركين، ان بيقول لك بيختار ماتشات او بيعمل او ما بيعملش او بيموت نفسه ما بيموتش. انا حتى وانا في بيتي في الزمالك كنت بموت نفسي في اي مباراه. لكن هم بيحب اللي عايز يشوف حاجه بيشوفها. يعني كان نفسك تجيب الهدف ده وانت لابس فانيله الزمالك يا ابو العلا؟ اكيد طبعا. على فكره يا كابتن يمكن انا صنعت اكثر من هدف وانا في الزمالك في مباراه الاهلي والزمالك يمكن بس انا مش عارف هو مال الزمالك يعني بينسى اللي اولاده بيعملوا لي، مش عارف صراحه. لكن بشكل عام بدون فيه، لكن بالنسبه لحكايه الفرح او مش فرح ربنا يعلم يا كابتن مجدي. انا الشرخ اللي بلعب بيه واضح من فعلا تعبير وشك فيها شيء كده من الالم. صحيح انا ربنا يعلم انا اتعرضت لحاجات قد ايه يعني جوه بيتي خاصه، وبحمد ربنا وان رد لاعتباري جزء كبير، سواء كنت في السنه اللي فاتت في الانتاج الحربي او السنه دي مع نادي ام بي. لكن طبعا كنت نفسي نكسب النهارده، ومش عشان اقدم فرصه لحد انه يكسب او ما يكسبش، عشان احنا كنا عايزين نكسب وطمعانين في المنافسه اكتر من كده. وانا بحب ان انا اخلص في المكان اللي انا فيه وبحب اراعي ربنا في شغلي يعني. اكيد. انا تصورت ان المدام ما اكلتكش امبارح بالليل ولا حاجه كنا في مصر فقلت انت ما انتش فرحان. يلا بالتوفيق يا ابو العلا، واداء رائع واللي جاي احسن ان شاء الله. شكرا حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا.